السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. اليوم غنشارك معكم بديل الحريره. غادي نشارك معكم هاد البلبوله ديال الشعير، كتجي رائعه بزاف، حسوه ديال الشعير اللي كتجي من اروع ما يكون. والبنه البنات ما نقولش لكم، كتجي روعه وبنينه في نفس الوقت، وبمقادير اللي بسيطه بزاف، وكتجي بنينه بزاف. غير جربوها ما غاديش تندموا عليها. هنا البنات غادي نشارك معكم المقادير كيف كتشوفوا معايا. عندي هنا واحد شويه ديال الربيع، شويه ديال الكفته، شويه ديال ضمه ديال الحريره. عندي هنايا البزار والكمون والتحميره والخرقوم، وعندي مطيشه الحك، عندي هنايا مطيشه العاديه، وعندي هنايا بصله محكوكه. هادو هما المقادير البنات اللي غادي نستعمل في هاد الحسوه هادي، اولا الشوربه ولا كلش كيقول ليها. غادي ندير البصله. هنا البنات خديت الكاس ديال البلبوله اللي غسلتها، اللي نقيتها بطبيعه الحال وغسلتها وخليتها تقطر، ودرتها هنايا في الكوكوط، دزتها بصله وغادي ندير زيت الروميه، الزيت البلديه البنات غادي نخليها حتى الاخر عاد نضيفها. غادي ندير معلقه ديال مطيشه الحك، كنستعمل انا هذه زوينه صراحه. صافي غادي نضيف هاد العطريه حتى هي، غادي نضيفها دقه واحده. صافي وغادي ناخذ هاد الضمه ديال الحريره حتى هي، راه كتبنن الصراحه، كتعطي مذاق ديال الحريره. صافي هنا غادي ندير المكونات كاملين يتشحروا. هنا البنات راه نسيت، راه ما ضفتش البلبولات حتى كنشحر هاد المكونات كاملين. قويله غير وريتكم البلبوله، قلت لكم راه رطبتها وخليتها في الماء. وكنضيفوا الملحه على حسب الذوق، وكنشحروا المكونات. غادي نشحر هادشي كامل كيف كتشوفوا معايا، وغادي نكون البنات سخنت الماء اللي كيكون الماء مغلي. صافي هنا من بعد ما شحرت هاد المكونات كيف كتشوفوا، كنضيف البلبوله وكنديروا الماء الكافي اللي غادي طيب لنا في هاد البلبوله. راه كنعياو الصراحه من الحريره والحسوه البيضاء والشوربات، كنديروا هاد الحريره هادي ولا حسوه كتجي زوينه بزاف وصراحه صحيه، حيت بلديه، هادي راه بلديه ديال الشعير. صافي كنمرق بالماء وكنخليها طيب. كديروا ليها الماء الغليان الكافي اللي غادي تطيب لكم فيه، حيت هي راه كتشرب، هاد البلبوله راه كتشرب الماء. درت تقريبا مقرج ديال الماء غليان. صافي خليتها كطيب. شوفوا كيفاش كتجي من بعد ما كطيب البنات، كتجي رائعه بزاف. وهذيك الكفته كتعطيها واحد المذاق ما نقولش لكم، غير جربوها ما غاديش تندموا عليها. واللي بغى يدير ليها طريفات ديال اللحم، طريفات ديال الدجاج، انا درت ليها داكشي اللي عندي. ما بغيتو كاع ديروا ليها اللحم مره ما غديروش ليها، كتجي زوينه وكتجي بنينه، ما كتحتاج لا الحليب لا والو. هنايا صافي من بعد ما طابت كيف كتشوفوا كيفاش كتجي. عرفتوها البنات والله، وتشوفوا واحد المذاق اللي فيها، غير جربوها ما غاديش تندموا عليها. كيف قلت لكم هنا غادي نقدمها في الجبانيات. ثقوا فيا البنات راه كتجي زوينه بزاف. وما تنساونيش من لايك البنات والتعليق والبارطاج مع الاهل والاصدقاء بطبيعه الحال الا عجبكم الفيديو ويستحق التجربه. هنايا غادي نوريكم كيفاش جات رائعه الصراحه وعجبتني انايا. وكاينين ناس مساكن اللي ما كيبغوش الحمص وما كيبغوش الكرافس، وهذه بديل الحريره. صافي هنايا قدمتها هنايا في الطبيصلات والتميرات، وراكم عارفين
الطبيله ديال الفطور. كنتمنى تجربوها وترجعوا عندي تقولوا لي كيفاش جاتكم، ونتلاقى بكم ان شاء الله في فيديو جديد. بسلامه عليكم.